بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا القدر. نعم، هذه عدة منهيات. اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. بدأ النهي من قوله ولا تغلوا، الغلول، نهاهم عن الغلول وحذرهم منه، ونهاهم عن الغدر فحذرهم منه، ونهاهم عن أسباب الهزيمة، نهاهم عن أسباب الخذيلة، نهاهم عن ما يضعف الإيمان ويخدش التوحيد، لأن المعاصي كلها تخدش التوحيد. أعني أن كل ما قوي إيمان الإنسان قوي توحيده، وإذا ضعف إيمان الإنسان ضعف توحيده، بدلالة قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالموحدون منهم من هو موحد ومنهم من أقوى توحيدا، والمؤمنون منهم من هو مؤمن ومنهم من أعظم وأقوى إيمانا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وكانوا يسمون كتب التوحيد كتب الإيمان، الإيمان لابن منده، الإيمان لابن خزيمة، الإيمان لفلان، وهي كتب توحيد. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيه حرير. هذه أصناف كلهم أهل التوحيد. الظالم لنفسه الذي مات على التوحيد من الناجين، المقتصد الذي أتى بالفرائض ولزم الفرائض وما عنده كبير نوافل ما دام من أهل التوحيد من الناجين، السابق بالخيرات أعظم فضلا وأرفع درجة. قال الله عز وجل: ولكل درجات ما عملوا إلا على قوة إيمانهم وتوحيدهم. وقال: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله بصير بما يعملون. فهؤلاء ناجون كلهم، ما منهم مشرك، ما منهم واحد على الشرك مات، كلهم اصطفاهم الله عز وجل أهل التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما يغفره الله، لكن هؤلاء أهل التوحيد، ومنهم من حقق التوحيد أكثر فصار له الفضل أكثر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة حسين بن عبد الرحمن أنه اجتمع مع سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. يعني حافظ على نفسه، يعني لا يظنون بأني كنت أصلي، ولكني لدغت. أنا سهرت البارحة ورأيت الكوكب، ما تظن أني كنت في صلاة، إنما لدغتني العقرب. نعم، هذه لفتة مهمة ترون إلى استخفاء السلف، وأن السلف ما يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأيضا أن يخفون أعمالهم. قال له سعيد بن جبير: فما حملك على ذلك، على أنك تسترقي؟ قال: حديث حدثنا الشعبي. وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أتم وأفضل وأبرأ إلا من عين أو حمى، والحمى هي لدغة العقرب. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن أخبرنا ابن عباس أو حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم
فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض الحديث فيه قدمنا وأخرنا، إذ عرض علي لي سواد عظيم فقلت من هؤلاء؟ قال هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل هذا، انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. قال فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال بعضهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، أي ما عاشوا في الجاهلية ولا في الشرك، ولما خرج عليه قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 3 أصناف لعظم توحيده وقوة إيمانه، حتى الرقية المشروعة ما يطلبها وهي جائزة، ولا يكتوي مع أنه يجوز الكي عند الحاجة، لكن لقوة توكله وإيمانه ما يكتوي، ولعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى، فتركوا أشياء اعتمادا على الله سبحانه وتعالى وثقة به وقوة إيمان منهم، مع أن بعضها يجوز عند الحاجة كما سبق بيانه. قال عكاش بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، دعا الله له وأبشره بذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله الحصة للحصة والمطلق للمطلق، يعني فمن كمل إيمانه وتحقق توحيده له الأمن المطلق، أي من الخلود في النار بل ومن دخول النار، يدخل الجنة بغير حساب. ومن حصل على أنه مؤمن موحد لكن خلط إيمانه بظلم، خلطه بشيء من الشرك الأصغر، خلطه بشيء من البدع وعظائم الذنوب من ذلك، فإن الحصة للحصة، قد يأمن من الخلود ولا يأمن من العذاب والتمحيص، ومآله إلى الجنة وهو من الناجين ومن أهلها، من أهل الجنة لا من أهل النار. أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، الأشقياء. أما من محص ماذا في النار ثم معاله إلى الجنة فهو من أهل الجنة، يعتبر من أهل التوحيد. من قال لا إله إلا الله صدقا من دخل الجنة يوم من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، فدل على تفاوت أهل التوحيد وأهل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وعلى أن الإيمان يتفاضل بل والإسلام يتفاضل، وهكذا الناس في شأن التوحيد تجد هذا موحد قوي وهذا عنده توحيد أضعف من ذلك بسبب هذه الأبواب كلها يذكرها هذا المصنف رحمه الله لبيان أن هذا الفعل يخدش في التوحيد، يضعف التوحيد وإن كان موحدا، لكن إذا كمل توحيده وتحقق توحيده أمن من عذاب الله أكثر وأعظم من غيره. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الأفق فوقهم، يعني ماذا؟ كما يتراءى أحدكم الكوكب الغابر في الأفق، لتفاوت ما بينهم أي من الدرجات على حسب أعمالهم وإيمانهم وتوكلهم وقوة ذلك فيهم، ونسأل الله التوفيق. هذا مما يتعلق بهذا، على أن مثل هذا يخدش في التوحيد، يضر التوحيد، وإن كان يقال عنه موحد، فمن حقق التوحيد أرفع درجة من كونه عنده أصل الإيمان وعنده التوحيد، لكن ما كان عنده تحقيق التوحيد كما هو شأن الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.